قبل ما نبدأ الفيديو حابب اقول بس ان الفيديو دوت باذن الله مجمع للحلقات اللي فاتت للي ما بدأش لسه، واللي بدأ برضو يقدر يراجع معانا باذن الله في الحلقة دي. فالحلقة دي مجمعة لربع الكورس بتاعنا باذن الله. فبس خليكم مع الفيديو واتمنى ان انتوا تستفادوا خاصة لو جداد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، وبإذن الله النهاردة عندنا الحلقة الأولى من تعليم أساسيات البايثون بإذن الله. فبإذن الله تابعونا الفترة الجاية، هننزل فيديوهات كتيرة جدا 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 حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أول حاجة ليه إحنا نتعلم برمجة؟ ليه؟ طيب، أول حاجة إيه هي البرمجة أو إيه هي لغات البرمجة؟ دي عبارة عن إيه بالظبط؟ أول حاجة الكمبيوتر بيستعمل حاجة اسمها البوابات المنطقية، بيفهم حاجة اسمها البوابات المنطقية، وهي الزيرو والواحد. يعني الرقمين دول الكمبيوتر ما بيفهمش غيرهم بس. واحد يعني وصل له كهرباء، صفر يعني ما وصلوش كهرباء. فهو بيفهم بس لغة الكهرباء دي بس. طب ايه هو البوابات المنطقية او الزيرو والواحد دي؟ زي بالظبط حاجة العواميد اللي في الشارع. العواميد اللي في الشارع ديت ليه لما بتيجي بالليل بتنور لوحدها؟ هي متظبطة انه اول ما يجي الليل تتحول من زيرو لواحد فتنور على طول، في يعني جالها امر كهرباء ان هي تنور على طول. طبعا دي بتكون حاجات متبرمجة. طيب، فاحنا دلوقتي عايزين نكتب كود برمجة. اكيد مش هنقعد نكتب زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد. زيروين 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 واحد اتنين أربعة ستة زيروين 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 واحد اتنين أربعة ستة زيروين زيروين أو. فعشان كده عملنا لغات البرمجة. لغات البرمجة دي في حاجة اسمها باك اند وفرونت اند. فرونت اند يعني الحاجة اللي بتظهر قدامك على الشاشة، لكن الباك اند وهي ديت اللي احنا بنشتغل عليها. طيب، فانا دلوقتي عايز اكتب امر مثلا زي برنت، كتبته. ايه اللي هيحصل او الكمبيوتر هيفهم ازاي الامر ده؟ البرنامج اللي انا بستعمله هياخد الكلام ده يحوله لزيرو وواحد وكود معين كده بحيث ان الكمبيوتر يفهمه. طيب، فاحنا مستعملين دلوقتي برنامج زي الفيجوال ستوديو كود، او في مثلا الكوماند برومبت. كوماند برومبت ديت بتعمل حاجه اسمها باك اند، اللي هي بتاخد الكود اللي انت كتبته ده وبتفهمه للكمبيوتر على هيئه ارقام زيرو وواحد. فكده ابقى قلت ليه ان احنا لازم نتعلم برمجه. ازاي بقى ننزل البرنامج ده، وازاي اصلا ننزل البايثون؟ هتلاقوا رابط في الوصف، او ممكن تروحوا تكتبوا كده اهو فيجوال ستوديو كود داونلود. هتلاقوه اول موقع. تمام، هنا اهوت. ماشي، نخلي دي بس على جنب كده. ماشي، الموقع هيفتح اهو. هتختاروا سواء انتوا ويندوز او لينكس او ماك. انا مثلا لو اخترت ويندوز اهو هيبدأ ينزل على طول، بس انا منزله خلاص مش محتاجين. نفس الكلام، عايز انزل مثلا لغة البايثون اللي احنا هنشتغل عليها بإذن الله. نكتب كده طيب بايثون داونلود، كتبناها اهي. خلاص اقفل دي بقى. طيب، ظهر لي هو داونلود بايثون. تمام كده زي ما انتم شايفين اهو. وهعمل داونلود بايثون وهيبدأ ينزل، بس انا منزله فخلاص يعني. بس ممكن تيجي تشتغل يقول لك اللغة اللي انت بتستعملها اللي هي البايثون undefined او غير موجودة. فالاحسن ان انت هتروح هنا اهو. ماشي، وهتكتب بايثون في البرنامج. يعني ده احسن خيار عشان ما يحصلش معاك مشاكل بخصوص اللغة بإذن الله. طيب، زي ما انتم شايفين بايثون هنا اهو. وهتلاقي كلمة اسمها داونلود، بس انا عندي منزله فخلاص يعني. طيب، فهتعمل فولدر في اي مكان بره على الديسكتوب. طيب، فاحنا نيجي هنا اهو كده نعمل نيو فولدر ونسميه بايثون. ممكن تعمل له فايل بقى على الديسكتوب او جوه زي ما انتوا عايزين عادي. المهم انا عملت الفايل اهو فخليه هنا. وهنيجي على البرنامج نضغط اوبن فولدر من هنا اهو، ونروح على الديسكتوب ونختار ونعمل سيلكت فولدر. هيفتح لنا الفولدر بتاعنا. طيب، عشان ممكن الناس تعمل فايل بشكل تاني، فلو هتعمل من الخانة ديت هتلاقي حاجة اسمها بايثون. هتختارها وتمام، بس اتبع طريقتي افضل ليك. تمام، فنيجي من هنا اهو كده او من هنا عادي. ممكن نيو فايل من هنا، بس انا هعمل نيو فايل من هنا. واهم حاجة اهم حاجة ان انت لو هتضغط من هنا اهو ان انت تكتب الاسم اللي انت عايزه. مثلا ان مثلا اسم قناة
اهم حاجه تيجي في الاخر تعمل نقطه كده بي واي عشان الكمبيوتر يفهم ان انت هتستعمل لغه بايثون. الفيديو جاي لما نكتب الكود باذن الله. في مشاكل بتحصل لما نيجي نعمل يعني ران لكود او كده، فهبقول لكم باذن الله تشغلوها ازاي باكتر من طريقه. فبس وصلنا لنهايه الفيديو. باذن الله الفيديو جاي هيكون اول امر نشتغل عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد وحلقه جديده، والنهارده عندنا الحلقه الثانيه من تعليم البايثون باذن الله. فالحلقه اللي فاتت كنا جهزنا شغلنا، والنهارده باذن الله هنكتب اول امر اللي هو برنت. فبسم الله الرحمن الرحيم، هداوه كده، ريلاكس. قبل ما نبدا في حاجه بس مهمه لازم اقولها. احنا طبعا عشان نشغل الامر، وهتفهموا يعني ايه عشان نشغل الامر دلوقتي، بنضغط هنا اهو على العلامه دي. تمام. طيب العلامه دي ممكن ما تكونش شغاله عند البعض، فعشان بس يعني تكون الحاجه واضحه كده اهو، في طريقتين ان انت تعمل رن غير الزرار ده، تعمل تشغيل للامر غير الزرار ده، عشان هنحتاج التشغيل دلوقتي وهتفهموا التشغيل يعني ايه. فده لازم في اول الفيديو كده اهو. ففي طريقتين لتشغيل الامر. اول حاجه ان انت تيجي من هنا ورن، وتاني اختيار، وهتلاقي حاجه اسمها بايثون ديباجر، هتلاقي ظهر التاني اختيار فوق كده اهو. بس انا عشان كنت مختار قبل كده فجت على طول. او ان ممكن تعملوا run and debug من هنا اهو، وران اند ديبج وبايثون فايل. تفضلوا تعملوا اكتر من مره الطريقه دي، ومع الوقت ممكن تظهر العلامه دي وكأن البرنامج عادي عندك، هيبقى حلو عادي خالص. بس انا قلت الطريقتين دول عشان العلامه دي ممكن ما تظهرش عند البعض. تمام. لكن لو ظهر عندك استخدم من هنا اهو، احسن بكتير بكتير بكتير. الامر بتاعنا النهارده اسمه برنت. تمام، اسمه برنت. نكتب كده اهو برنت. تمام تمام، ونعمل قوسين. طيب يعني ايه برنت ده؟ يعني ايه برنت اصلا؟ برنت ده يعني بقول له اطبع حاجه قدامي، اطبع حاجه على الشاشه قدامي. ممكن اطبع رقم، يعني لو كتبت 55 كده اهو وعملت رن، زي ما انتم شايفين طبع لي الرقم 55. طيب لو مش عايز اطبع ارقام، عايز اكتب يا عم دلوقتي نص، يا عم هكتب دلوقتي اسم القناه كده اهو. لا، هكتب دلوقتي اسم القناه كده اهو عادي جدا، وهروح عامل رن. قال لي ان في مشكله، قال لي للاسف الشديد ان في مشكله. طيب ايه المشكله هنا؟ ليه ما فهمش ان ده نص؟ ليه؟ لان انا نسيت علامتين التنصيص هنا. انا نسيت علامتين التنصيص هنا اهو. لازم اعمل علامتين التنصيص كده اهو، او علامه تنصيص واحده مش مشكله. علامه تنصيص واحده هنا اهو، علامه تنصيص واحده وهنا اهو، واعمل رن. اهو طبع لي اسم لوب فيرس. طبعا سيبني من الكلام اللي بيتكتب ده، انا بركز على دي. تمام، بركز على دي هنا اهو. ماشي. فباختصار كده من البدايه كده اهو، نلخص الدنيا مع بعض شويه شويه. لو عايز اكتب رقم عادي ويطبعه، يبقى من غير علامتين التنصيص. ماشي. لكن لو عايز اكتب نص، يبقى بعلامة التنصيص دي في بدايتها كده. لو دلوقتي سبت يعني المسافة اللي ما بين علامتين التنصيص دول فاضية، ماشي، وعملت رن، بصوا ما طبعليش حاجة هنا اهو، طبعليش حاجة، السطر ده فاضي ما طبعليش حاجة، لأن أنا ما كتبتش حاجة. في حاجة بقى برضو ان انا اعمل عمليات حسابية. ايه ده عمليات حسابية؟ يعني ايه عمليات حسابية؟ يعني انا دلوقتي بس لازم امسح علامتين التنصيص، معلش لازم امسح علامتين التنصيص، لان انا مش هكتب نص. انا هكتب دلوقتي مثلا عملية حسابية وليكن 5 زائد 20. هل هيحسبها لي؟ حسبها لي 5 زائد 20 25. طيب ملخص العمليات الحسابية كده بسرعة، انت ممكن تحط زائد او الناقص. ماشي. طبعا ظهر لي الرقم بالسالب عشان انا بطرح رقم صغير ناقص رقم كبير. او ان انا لو عايز اقسم، لو عايز اضرب بقى الاول، لو عايز اضرب رقمين في بعض، خلينا بالضرب الاول. بعمل علامة النجمة اللي هي شيفت، واضغط على الرقم 8 او على حسب الكيبورد عندك، واعمل علامة النجمة. فهل هيضرب لي 5 في 20؟ 5 في 20 ب100. تمام. طيب لو عايز اقسم، لو عايز اقسم، بعمل السلاش ديت واقسم 5 على 20 واعمل رن، اداني 25 من 100 يعني. تمام. يبقى ملخص العمليات الحسابية ان انا اول حاجة مفيش علامتين تنصيص. تمام. والنجمة عندي يعني ضرب، والسلاش دوت يعني اسمه،
والزائد يعني زائد عادي، والناقص يعني ناقص عادي. دي حاجة اسمها العمليات الحسابية. تمام، يبقى أنا كده عرفت ازاي اكتب نصوص، عرفت ازاي اكتب ارقام، عرفت ازاي اكتب عمليات حسابية. هو الامر البرنت ده عبارة عن ان انا بستخدمه يا في عمليات حسابية يا في نصوص، سواء نصوص مدمجة او غير مدمجة. ودلوقتي لازم نفهم يعني ايه مدمجة او غير مدمجة. بس قبلها هقول لكم حاجة. دلوقتي لو عايز اعمل مثلا عملية حسابية، ماشي 5 زائد 20، واعمل جنبها عملية حسابية تانية، يعني انا عايز اعمل دلوقتي عمليتين حسابيتين جنب بعض. بعمل ايه؟ 5 زائد 20 وفاصلة كده اهو، 5 زائد 6 مثلا، واروح اعمل قوس كده اهو. هل هيطبعهم لي جنب بعض؟ طبعهم لي جنب بعض بالفعل اهو، طبعهم لي جنب بعض. حلو قوي. طبعا ممكن اكتب برضو نصوص، ماشي، وعمليات حسابية جنب بعض وارقام جنب بعض. يعني انا دلوقتي هكتب مثلا ادي نص اهو جنب بعض. لا بس ساعتها هنمسح ده، نكتب مثلا اسم قناة وليكن، والعملية الحسابية دي، وهكتب رقم عادي يقول له اطبع رقم كمان عادي جدا جدا. لا بس جوه القوس، جوه القوس اهم حاجة، جوه القوس. وبالفعل ضغطت دلوقتي. لما ضغطت، عايز اسحب دي بس على جنب كده، ماشي. لما ضغطت رن بالشكل ده، بالفعل حسبها لي تاني اهو. النص كتب لي النص، وجنبيه العملية الحسابية حسبها لي، وجنبيه الرقم اللي انا كتبته. طيب دلوقتي انا قلت لكم ازاي اكتب نص من كلمة واحدة. طب انا لو عايز اكتب نص من كلمتين او اكتر، طيب ازاي دوت؟ في حاجة اسمها ان هو دمج وعدم دمج. يعني ايه؟ يعني ادمج الكلمتين مع بعض او ما ادمجهمش مع بعض. طيب ازاي دوت؟ ازاي؟ بص يا سيدي، دلوقتي عندنا دلوقتي كده اهو. طيب هكتب مثلا لوب كده اهو، واعمل علامتين تنصيص، بحيث ان دي يفهم منها كلمة لوحدها، واروح اعمل زائد تاني، واعمل علامتين تنصيص تاني، واكتب فيرس كده، واروح اعمل رن. ملزقهم في بعض. انا مش عايزهم يلزقهم في بعض كأنهم كلمة واحدة، انا عايزهم يبين كأنهم كلمتين. طب ازاي؟ هروح جاي كده اهو، اروح عامل علامة تنصيص، عامل سبيس، علامة تنصيص تانية، واروح عامل زائد، بالشكل اللي قدامكم ده. فانا لو جيت كده اهو رن، اهو بقى لوب، طبع لي كلمة لوب، ماشي، وساب لي مسافة في اللي انا ما كتبتش فيها حاجة، ساب لي مسافة، وطبع لي فيرس تاني اهو. تمام. يا ريت تكتبوا الاشكال دي عندكم، اشكال برنت عندكم في ورقة او حاجة، عشان يبقى الفهم اسهل شوية. فدلوقتي يعني احنا شرحنا ازاي نعمل نصوص من كلمة واحدة، ونصوص من كلمتين واكتر، سواء مدمجين يعني لازقين في بعض او مش مدمجين. تمام. وقلنا ازاي نعمل عمليات حسابية، وقلنا فين الضرب، وقلنا فين القسمة، وفين الجمع، وفين الطرح. تمام. وقلنا برضو ان احنا ممكن نعمل نص جنب عملية حسابية، جنب ارقام، جنب اي حاجة انا عايزها في امر واحد، زي ما عملنا تماما. فالحمد لله كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى انكم فهمتوا، واتمنى انكم كتبتوا الحاجات ورايا عشان يكون الشرح اسهل والفهم اسهل. وباذن الله عندنا حاجة اسمها كوماندز الامر الجاي باذن الله، اللي هو ازاي اعمل هامش في البرمجة. هي المفروض كوماند يعني امر، بس احنا مش هنعمل امر بالظبط، يعني احنا هنعمل هامش. بس احنا كده بالنسبة لنا النهاردة، خلينا في الحلقة التانية اللي احنا خلصناها افهموها. لو ما فهمتوش حاجة عيدوا الفيديو تاني عشان تفهموها، واكتبوا في ورقة. تمام. فانا كده كده عامل يعني ملخص للفيديو دوت، عشان الناس اللي ما فهمتش او عادت الفيديو اكتر من مرة وما فهمتش، او يعني مش عارفة تلخصه مع نفسها، انا عامل ملخص وهينزل بإذن الله على قناة الواتس الخاصة بينا. انزل في الوصف او في التعليقات هتلاقي الرابط باذن الله بتاع قناة الواتس، اعمل لها متابعة. زي ما قلت هنزل فيها ملخصات للفيديوهات ديت عشان الناس تفهم اكتر، وتقدر ان هي يعني تستوعب الكلام اكتر. تمام. وتلخص برضو الكلام عندها في ورق، عشان يعني ايه، لو عايزة ترجع له ولا حاجة ترجع له براحتها تاني. فبس وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم فيديو جاي. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا الحلقة الثالثة من كورس البايثون.
في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم الكومنتس أو اللي هي الهامش، ازاي هعمل هوامش أو كده. تمام. بس قبل ما نعرف ازاي احنا هنعمل هوامش لازم نعرف ايه استخدام الهوامش الأول في يعني شغلنا. طيب هنحتاج الهامش ده لو عايز أشغل كود معين، يعني أنا دلوقتي قدامي كود معين أو عايز أشغله، بس الكود ده معاه أكواد تانية، الأكواد التانية دي أنا مش عايز أشغلها، هعمل إيه؟ هروح جاي كده هو عند مثلا هكتب دلوقتي لازم يتكتب صح زي كده، ومثلا هكتب 55. طب كده الأمر ده لو عملت رن على طول هيشتغل اهو 55. طيب أنا مش عايز أشغله، هعمل إيه؟ هروح جاي جنبيه كده اهو، ماشي، هاجي جنبيه الناحية دي قبل الأمر كده اهو، واروح عامل هاشتاج، اضغط شيفت او 3 واعمل هاشتاج او على حسب الكيبورد عندك، واروح عامل سبيس كده اهو. كده لو جيت اشغله ما اشتغلش، بصوا ما اشتغلش، مش راضي يكتب لي 55، مش راضي يكتب لي 55 لانه كده مش شغال، كده الامر مش شغال. طيب هحتاجه في ايه برضو؟ هحتاجه لو انا قدامي برضو اكواد كتير وعايز الغي كود معين بس مش عايز امسحه خالص، يعني انا عايز الغي الكود ده بحيث ان هو ما يشتغلش عشان هشغل كود تاني اجربه، بس الكود ده انا هحتاجه بعدين ومش عايز ان انا امسحه من قدامي، فبرضه هستخدم الهامش زي ما انا عملت. افترضوا دلوقتي انا شغال على مشروع في شركة معينة، وطبعا يعني انت شغال في شركة يعني هتشتغل مع اكتر من واحد، فانا دلوقتي مثلا الكود ده مهم لطباعة رقم 55، ماشي. انا دلوقتي لو حد جه اشتغل مكاني مش هيعرف الكود ده انا كتبته ليه او بتاع ايه، فانا دلوقتي عشان اكتب جنبه مثلا كده اهو مثلا يعني انا دلوقتي هخلي الكود ده يشتغل. تمام، خلي الكود ده يشتغل. طب واحد لو جه مكاني ومش عارف انا كتبت الكود ده ليه، انا عايز اعرفه بقى، انا عايز اعرفه لما يجي يشتغل اعمل ايه؟ اروح كاتب هاشتاج كده اهو، وكاتب مثلا ان الكود ده لطباعة امر او لطباعة رقم 55 وخلاص، نختصر على نفسنا. فلما اجي اعمل ران دلوقتي هو كتب لي 55، ما كتبليش اللي انا كتبته ده اللي في الهامش ده، لكن لو حد جه اشتغل معايا في نفس المشروع دوت هيعرف انا كتبت ليه الرقم ده، عشان هحتاج ان انا اطبع الرقم 55. فبرضو انت هتحتاج الهامش ده لو مش شغال زي ما قلت على بروجكت معين او مشروع معين، لازم تعمل حاجة زي كده بحيث ان لو حد جه اشتغل مكانك او يكمل عليه، لان ده اكيد يعني انت بتشتغل على بروجكت في شركة، الشركة دي فيها اكتر من شخص بيشتغلوا على نفس المشروع، فانا دلوقتي خلصت شغلي هسلم الشغل ده لواحد تاني، فالتاني ده عايز يعرف انا ليه كتبت الاوامر دي او الاوامر دي بتاعت ايه، فلازم ان انا اعمل الطريقة ديت عشان هو يفهم بتاعت ايه. لو عايز بقى اختصارا انا قدامي مثلا اكتر من امر، انا قدامي الامر ده وقدامي امر زيه مثلا، يعني انا هعمل ده كوبي كده اهو، وهدخل على السطر التاني، عايز ادخل على السطر التاني، نفس الامر نفس الامر نفس الامر نفس الامر نفس الامر. طب انا قدامي اكتر من امر، و الاوامر ديت عايز اختصر على نفسي بدل ما اروح عند كل امر واحط علامة هاشتاج كده، ان انا افصل الاوامر دي كلها مره واحده واخليها ما تشتغلش، اعمل ايه؟ هروح محددهم كلهم بالشكل ده كده اهو، ماشي، وهروح ضاغط كنترول وزاد، كنترول وزاد كده اهو. تمام، كده ما اشتغلوش، كده خلاص لو عملت رن بصوا ما اشتغلش، ما كتبليش 55 هنا. عايز اشغلهم تاني مع بعضهم، عددهم بشكل كويس، وهروح اعمل كنترول وزاد برضو، كده اشتغلوا اهو تاني، لو عملت رن اشتغلوا تاني، المهم ان هم اشتغلوا تاني 55 55 55 55 55 كتير قوي، المهم ان هو كده اشتغل تاني. فبس ده كان فيديو سريع كده، وفيديو يعني 5 دقايق. تمام، كنا بنشرح يعني ايه الهامش يعني او ازاي نعمل هامش. تمام، يبقى باختصار بتحط قبل اي امر علامة الهاشتاج دي بحيث ان هو يكون امر ملوش لازمة، او الامر ده ما يشتغلش دلوقتي، يعني انا مش عايز اشغله دلوقتي وعايز اجرب امر تاني بس انا مش عايز امسح الامر من قدامي، فبعمل له هامش كده بحيث ان هو ما يشتغلش، اخليه هامش بعلامة الهاشتاج دي بحيث ان هو ما يشتغلش.
فالفيديو جاي باذن الله هندخل في الجد قوي قوي قوي. الفيديو جاي هيبقى عندنا حاجه اسمها الفاريبلز او المتغيرات، مهمه جدا 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 جدا، وهنقعد فيها اكتر من حلقه باذن الله. كالعاده هتلاقوا رابط قناه الواتس في الوصف. هنزل عليها ملخص شرح لكل فيديو، زي الفيديو بتاع النهارده هينزل عليه ملخص شرح باذن الله للفيديو بتاعنا ده، عشان لو حد عايز ياكد على معلومه معينه او ما فهمش حاجه معينه وعاد الفيديو اكتر من مره وبرضه ما فهمهاش، يبقى قدامه ملخص كده هو يفهمه برضه. فوصلنا لنهايه الفيديو، نشوفكم في الحلقه الرابعه باذن الله مع المتغيرات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة بإذن الله عندنا الحلقة الرابعة من كورس البايثون بإذن الله. والنهاردة هنبدأ في حاجة اسمها الفاريبلز أو المتغيرات، فهي موجودة في البايثون برضو، والنهاردة هنعرفها بإذن الله. طيب يعني إيه الفاريبلز دي؟ الفاريبلز دي عبارة عن متغيرات، يعني قيمة معينة بسميها باسم معين، بحيث إن أنا لما أطلبه من الجهاز يجيبولي على طول. يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا طيب، فأنا دلوقتي عندي واحد مثلا اسمه محمد، متغير مثلا اسمه محمد، وده الرقم مثلا الرقم القومي بتاعه. فأنا عايز أعرف الرقم القومي بتاعه كام، فأروح رايح مثلا نازل على السطر اللي تحت وأقول مثلا برنت، ماشي زي كده أهو، وقوسين واكتب برنت محمد. هو مش هيفهم إن أنا عايز بتاع محمد، بس هو متسجل عنده إن الرقم ده بتاع محمد. فأنا لما أعمل برنت محمد وأجي أعمل رن، جاب لي الرقم بتاعه. تمام، يبقى انا كده استدعيت الرقم اللي انا عايزه باسم محمد. تمام كده. مثلا ممكن يكون الرقم القومي بتاعه بقى اي رقم مهم يخصه يعني. ماشي، فهي دي المتغيرات. فانا دلوقتي هنا لو لاحظتوا انا بكتب ما سبتش مساحات هنا اهو، وانا بكتب المتغير، وهقول لكم ليه دلوقتي. بس قبلها لازم نعرف ايه هي انواع المتغيرات. انواع المتغيرات عندي حاجة اسمها string، ودي عبارة عن تكست. وعندي حاجة اسمها integer، وده متغير عبارة عن ارقام. وفي الفيديوهات اللي بعدها هناخد حاجة اسمها list، وحاجة اسمها bool اللي هي لها علاقة بtrue او false. والنوع الخامس اسمه dictionary. هنفهم يعني ايه كل ده بإذن الله الفيديوهات الجاية. بس دي أنواع المتغيرات بإذن الله. الفيديو الجاي هناخد منهم نوعين، وهما السترنج والانتجر، وهنفهمهم بالتفصيل الفيديو الجاي بإذن الله. طيب، فأنا دلوقتي عايز أتكلم عن حاجة بقى أهم، اسمها شروط وضوابط التسمية. أنا هنا أهو ليه ما سبتش مسافة؟ لأن الاسم المركب ما ينفعش أسيب فيه مسافة. ماشي، لأن البايثون حساس جدا للمسافات. ماشي، يعني لو في مسافة هتبقى مشكلة. فأنا مثلا دلوقتي اسم مركب زي إيه؟ هكتب مثلا دلوقتي بالإنجليزي كده أحمد، آه محمود مثلا، او احمد محمد، مع احمد محمد، وخدت دي نفسها. ماشي، لو خدت دي نفسها زي كده اهو، ورحت عامل كده اهو، ماشي، وقلت برنت احمد محمد، خلاص بقى يعني افصل دول مش عايزهم. ماشي، زي ما اتعلمنا طبعا الهوامش في الفيديو اللي فات اهو، انا عملت هامش هو دلوقتي عشان انا مش عايز الاوامر دي دلوقتي. ماشي، بدل ما امسحهم او كده. طيب، انا عندي دلوقتي اهو برنت زي كده، هعمل تاني برنت. طيب، هنضطر ان احنا نكتب احمد محمد هنا اهو تاني كده اهو، وهنعمل run. طيب، كتب لي هو الرقم بتاعه عادي. طب لو انا سبت مسافة في الاسم المركب ده، بصوا قال لي ان في ايرور اهو. ايه الرقم ده؟ فاول حاجة في الاسم المركب ما ينفعش ان انا اسيب مسافات، ولكن ممكن ان انا احط حاجة. يعني انا ممكن احط كده اهو. طيب، فانا مثلا لو عايز اعمل مسافة ممكن احط مثلا اندرسكور زي كده اهو. بس لازم اجي في البرنت احط اندرسكور زي كده اهو واعمل رن، اهو زي ما انتم شايفين اشتغل عادي. او ان انا اعمل طريقة الكابل كيس، وهي اني احط اول حرف سمول في اول اسم، وتاني اسم الحرف بتاعه كابيتال. ماشي، يعني زي كده انا هعمل دلوقتي كده اهو. ماشي، اول اسم بس بيكون اول حرف فيه سمول، بعد كده اي اسم تاني بيكون اول حرف فيه كابيتال زي كده اهو. تمام، زي كده اهو. ماشي، ممكن اعمل كده اهو برضو.
وهيشتغل زي ما انتم شايفين، اشتغل اهوت، اشتغل اهو الرقم ظهر بتاعه. يبقى انا دلوقتي الاسم المركب ما ينفعش اسيب فيه مسافات، ماشي؟ يا احط ما بين الاسمين اندرسكور او اسيبهم لازقين في بعض، او ان انا اخلي اول اسم يكون اول حرف بتاعه سمول، وبقيت الاسماء سواء تانية تالتة رابعة خمسة ستة اخلي الحروف بتاعتهم اول حرف فيهم بالذات يكون كابيتال. غير كده ما اعملش اي حاجة تانية زي ما عمل. طيب ممنوع برضو ان انا احط اي علامة رياضة سواء زائد او ناقص او ضرب. يعني انا دلوقتي لو حطيت ضرب كده اهو، بصوا ما اشتغلش، قال لي ايه ده؟ ما ينفعش هنا احط علامة ضرب. تمام. طبعا اللي غيره في المتغير غيره في برنت، تمام، عشان ما تحصلش ايه مشاكل. طيب لو انا كتبت مثلا تو، ماشي، احمد زي كده اهو، وعملت يساوي عادي وكتبت الرقم عادي جدا، ورحت رايح على السطر اللي بعديه عامل برنت، ماشي، البرنت ده رحت فاتح قوسين بقى، رحت فاتح قوسين وكاتب تو احمد، ماشي، زي كده اهو، اللي هو الرقم وبعديه اسم. هل هينفع؟ طبعا مش هينفع. بس انا ممكن اعمل احمد تو، يعني انا ممكن اعمل دلوقتي العكس، ماشي، ممكن اعمله احمد تو زي كده، احمد تو بالشكل ده، هيشتغل عادي جدا جدا وهيجيب لي الرقم اللي انا طبعا غيرته هنا. تمام جدا، تمام جدا، ماشي. يبقى انا كده شروط وضوابط التسمية لغاية دلوقتي: الاسم المركب ما ينفعش فيه مسافات، او وان انا احط اندرسكور ما بين الاسمين المركبين، او زي ما قلت اسيبهم لازقين في بعض، او ان انا اعمل طريقة الكابل كيس اللي هي اول اسم يكون اول حرف بتاعه سمول، وبقية الاسماء اول حرف بتاعهم كابيتال عادي جدا، ماشي. وقلنا ممنوع اي علامة رياضية، وما ينفعش المتغير يبدأ برقم. تمام كده اهو. لازم تكست وممكن بعديه رقم عادي جدا جدا، يعني لازم اسم عادي وبعد كده ممكن بعديه برقم عادي جدا جدا. طيب ما ينفعش برضو ان انا اعمل اسامي محجوزة. يعني انا مثلا عندي امر اسمه برنت، ما ينفعش اسمي المتغير برنت. يعني انا لو رحت عملت برنت، رحت عامل اهو برنت، ماشي، برنت ازاي برنت يعني؟ هيشتمني دلوقتي، بصوا اهو شتمني بالفعل. ما ينفعش برضه عشان ده اسم محجوز من الاسامي المحجوزة في البرنامج. البرنامج لو كتبت له الاسم ده هيفهم ان هو ده امر، فما ينفعش تعمل الحركة اللي انا عاملها دي نهائي يعني. طيب، طب لو انا دلوقتي مسمي مثلا حرف واحد اكس كابيتال، ماشي، ورحت رايح ان هو كاتب برنت اكس سمول، هل هينفع؟ لو عملت رن مش هينفع. لازم اسم المتغير اكتبه بالظبط، حتى الحروف الكابيتال والسمول لازم اسم المتغير اكتبه بالظبط بالملي بكل حاجة عشان ما تحصلش مشاكل. تمام. فكده دي الحلقة الرابعة كده خلصت خلاص. بإذن الله الحلقة الخامسة هندخل على حاجة اسمها السترنج والانتجر، اللي هم أول نوعين من أنواع المتغيرات بإذن الله، وهنلخصهم كده ونشرحهم بسهولة بإذن الله. فوصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة الخامسة من كورس البايثون بتاعنا. في الفيديو اللي فات اتعلمنا يعني ايه المتغيرات وانواعها وشروط وضوابط التسمية. النهاردة بإذن الله هنعرف يعني ايه حاجة اسمها input او مدخلات، ودي ليها علاقة بالمتغيرات برضو بإذن الله. والحاجات ديت نخليها هامش زي ما هي. طبعا اتعلمنا ازاي نعمل هامش في الفيديو اللي فات. طيب، اول حاجة احنا ما عملناهاش بس في الفيديو اللي فات هي العمليات الحسابية بالمتغيرات. مش فاكر احنا عملناها ولا لا بصراحة، بس هعيدها تاني، مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، احنا لو عندنا دلوقتي مثلا عندنا اكس بتساوي مثلا 20، وعندنا مثلا زد بتساوي 10. لا، يساوي لو سمحت يساوي 10. رحت راح قايل له انه برنت، ماشي،
اكس زائد زد. لا زائد بقى، زائد بقى، لا اله الا الله، اكس زائد زد. ماشي، تمام. هل هيجمعهم لي هنا هو ولا لأ؟ هل هيجمع لي المتغيرين؟ جمع لي بالفعل المتغيرين عادي. طب نجرب الضرب. نجرب الضرب كده اهو، اشتغل. نجرب القسمة، اشتغل. نجرب الناقص، اشتغل عادي جدا. فاحنا ممكن نعمل عمليات حسابية بالمتغيرات عادي جدا. فدي في البداية كده اهو، خلاص نعملهم كهامش كنترول زائد زاد. حددهم بس كويس، وكنترول زائد زاد زي ما اتعلمنا الهوامش في الفيديو قبل اللي فات، احتاجناها تاني اهوت. طيب فندخل بقى بجد. احنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها input او مدخل. طيب المدخل ده، معلش بس كده ندخل على سطر جديد. ماشي. ايه هي الانبوت او المدخل ده؟ انا دلوقتي قدامي مثلا برنامج فتح، وعايز اقول للمستخدم اللي بيستخدمه اديني الايميل والباسورد بتاعك عشان ندخل، عشان ادخلك بمعنى اصح على حسابك. فانا بعمل حاجة اسمها input. طيب دلوقتي مثلا لو عملت دلوقتي مثلا input كده اهو، بس اقفل الكابس لوك، ايوه معلش. input، وعملت مثلا آه enter your name مثلا، او enter your email مثلا، هنقول ايميل نسميه مثلا enter. طب فهقول له مثلا enter your name. ماشي، واروح عامل كده اهو. تمام، بس انا معلش لازم علامتين التنصيص، لازم يفهم ان ده تكست، لازم علامتين التنصيص. وهروح اعمل input تاني تحتيه نفس الكلام، بس يبقى enter يور مثلا باسورد. انا قلت اللي هعمل ديت، قلت هعملها ايميل مش نيم بقى، ممكن نيم ممكن اي حاجة، بس انا هخليها دلوقتي مثلا ايميل. ماشي، عايز يدخل الايميل بتاعه والباسورد مثلا. فدلوقتي اتعلمنا ازاي العمليات الحسابية بالمتغيرات، واتعلمنا برضو يعني ايه مدخل، يعني ايه انبوت او مدخلات. طيب فنكمل الفيديو الجميل بتاعنا كده هوت. طيب دلوقتي بقى، لو دلوقتي مثلا عملت اكس بتساوي، ماشي، مثلا input، افتتح قوسين، اعمل مثلا نمبر 1، ورحت عامل كده اهو. بس لازم ده يكون تنصيص، لازم ده يكون بين علامتين تنصيص زي كده اهو. بس هنبعد بده، وهعمل كده اهو للسرعة، بس هعمل هنا اهو كوبي، وادخل على السطر التاني، بس اغير الاكس مثلا لواي، ونمبر 1 اغيرها لنمبر 2. واحنا جايين مثلا على السطر التالت، وعملت مثلا برنت زي كده اهو، قلت له برنت اكس زائد واي بالشكل ده، ورحنا عاملين رن. طيب فالمشكلة ان هو ان انا ما كتبتش المتغير بالظبط، يعني انا كنت كاتب الاكس كابيتال وجيت هنا هو كتبتها سمول، وده غلط طبعا زي ما احنا عارفين. طيب فدلوقتي كتبت البرنت المتغير الاول اكس كابيتال زائد المتغير التاني واي سمول. طيب فلو عملنا رن دلوقتي، وكتبت مثلا 10 الأولاني و20 التاني، بصوا ضمهم لي مع بعض، ما جمعهمش. هنا مجرد عملية دمج. طب نجرب عشان نتأكد، نجرب الضرب. لا نجرب الضرب، هنيجي هنا اهو مثلا ندخل 20، نمبر 2 ندخل 10. بصوا قال لي ان في مشكلة. نفس الكلام مع الاسم والناقص، هيقول لي برضو ان في مشكلة. فهنا هو ما ينفعش الا الزائد في الحالة دي ساعتها دمج فقط لا غير. طيب لو انا دلوقتي عايز اعملها كآلة حاسبة بسيطة، عايزها كآلة حاسبة بسيطة ان انا ادخل رقمين ويحسبهم لي مثلا، فهضطر ان انا اجي قبل الانبوت ديت اروح كاتب اي ان تي زي كده اهو، اللي هو انتجر، عشان افهمه ان اللي انا هدخله دوت ارقام، واحط الانبوت كلها ما بين قوسين.
لازم الانبوت كلها ما بين قوسين عشان افهمه ان المدخل هنا كله رقم. فانا لو عملت ران دلوقتي هيقول لي نمبر 1 هقول مثلا 10، بعدين انتر نمبر 2 هكتب 20. زي ما انتم شايفين جمعهم لي. نفس الكلام برضو اكيد لو عملت ضرب او اسمه او طرح، ماشي. فانا وليكن هعملها ضرب دلوقتي، فكده هوت 20، 10، 20 في 10 ب200. تمام كده، تمام كده. فكده احنا اتعلمنا ازاي نعمل آلة حاسبة بالمتغيرات. انا برضو ممكن اعمل حاجة تانية. ممكن اجي هنا اهو واروح عامل او اقول له ان اللي انا هكتبه ده يعني عايزه يجمع رقمين. انا عايزه دلوقتي يجمع رقمين. اروح كاتب كده اهو هحول الرقم ده لنص. اروح كاتب str او string. ماشي، يعني انا برضو لو كتبت string زي كده اهو وان الانبوت ده يكون string، فاروح اعمل run كاتب مثلا 55 ونمبر 2 10. بصوا قال لي ما ينفعش ضرب، قال لي ما ينفعش ضرب. انا المفروض اعمل دي زائد لان هنا اهو انا فهمته ان المدخلين دول بقوا نصوص. انا دلوقتي هو لما عملت الزائد، ماشي، هدخل مثلا في نمبر 1 ونمبر 2 شويه ارقام. بصوا دمجهم لي تاني اهو. يبقى انا ممكن احول عن طريق كلمه ان انا احط انتجر وبقيت المدخل كله او الانبوت كله ما بين قوسين، احول التكست اللي هو اصلا السترنج لرقم. او ممكن اكتب بالطريقة ديت برضو هيعتبرها سترنج عادي جدا. بس مهم برضو ان انتوا تعرفوا ان انا عشان احول من رقم، لان انا ممكن احتاج احول رقم لنص. طب انا عايز اعرف دلوقتي انا دوت مش متحدد قدامي. انا ده دلوقتي انا بشتغل في شركة، والمتغير ده مش متحدد قدامي هو انتجر ولا سترينج. انا واحد معرفش دلوقتي ان مثلا الديفولت ان هو سترينج. طب اعمل ايه؟ فانا هعمل نيم مثلا يساوي مثلا وليكن المتغير اكس اللي هو دوت، وهروح رايح كاتب برنت واروح كاتب تايب نيم. ماشي، اروح كاتب تايب نيم بالشكل ده، ان انا عايز ان المتغير اللي اسمه اكس تقول لي نوعه ايه. فانا هعمل ران دلوقتي، هيعيد الاوامر من فوق لتحت، فهضطر ادخل الارقام زي كده اي ارقام. طيب جمعهم لي مع بعض، ماشي. قال لي هوت الكلاس اس تي ار. ماشي. النوع اللي يكتبه هنا قال لي هو انه اس تي ار. فعرفني ان نوع المتغير الاكس ده ان هو سترينج. ماشي، ممكن واحد ما يعرفش لازم يكتب انتجر هنا هو مثلا وليكن، او او يعني نوع متغير مش باين له. ماشي، نوع متغير مش باين له، فيعمل نيم يساوي اسم المتغير ويروح عامل برنت تايب نيم بالشكل دوت. طب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل برنامج فعلي صغير كده اهو. طيب فكل ده هنخليه هامش، وبسم الله نبدأ أول برنامج فعلي. نكتب مثلا هقول مثلا إن واحد جاي يقدم على حاجة أو كده، فهعمل النيم وهقول النيم ده يساوي. هقول له مثلا إن ده برنامج هو داخل فيه، وعايز أقول له مثلا enter your name. ماشي. طيب ولازم يحط علامتين تنصيص عشان يفهم ان ده string، لانه لازم الديفولت بتاع المدخل string. ماشي، اللي هو الطبيعي بتاعه يعني بيبقى string. ونفس الكلام للاختصار بس بسرعة اروح واخد مثلا وليكن دي تخليها العمر او age. ماشي، enter your age مثلا. تمام، واروح عامل مثلا enter your مثلا phone، او هنا هو مثلا الفون. ماشي، او فون نمبر. تمام. طيب فانا دلوقتي بس الايدج اهم حاجه لازم يكون انتجر. يعني لازم اكتب قبل الانبوت لازم اكتب انه يكون انتجر. فواحد ممكن يجي يروح كاتب قبل الفون انتجر. لا استنى بقى، ما ينفعش. الفون اللي هو يدخله استرنج عادي. ليه استرنج عادي؟
لان سواء رقم تليفون او رقم بنك فهو بيبدأ بصفر، وما ينفعش تبدأ برقم صفر في لغة البايثون اصلا. لكن العمر هنا هوت هتقول ان هو رقم عادي، ماشي، هتقول له ان هو رقم عادي، لان مفيش صفر في اول العمر، يعني صعبة، فاهمني؟ فمفيش صفر في اول العمر. ما شاء الله عليا يا ذكائي، ما شاء الله عليا. انا نسيت اضيف انبوت. معلش يا جدعان، معلش يا جدعان، بتحصل عادي عادي. خدوا بالكم من الاخطاء دي، خدوا بالكم من الاخطاء اللي انا شخصيا بغلطها دي. طيب فانا هعمل رن. بدأ يقول لي هو enter your name، هكتب مثلا وليكن اسم القناة new verse. enter your age وليكن مثلا 19 مثلا. enter your phone number وليكن مثلا دوت. ماشي. بس كده ماشي كده، اشتغل هو عادي جدا جدا جدا. وممكن بقى ان مثلا واحد دخل المعلومات دي دلوقتي، فانا عايز ارحب بيه في الموقع، اروح اعمل استخدم حاجة دلوقتي، اقول له ايه برنت مثلا، برنت للمستخدم دوت. ماشي. علامتين تنصيص لان ده هو اللي هيكتبه. راح اعمل فاصلة، راح اعمل فاصلة، واروح واخد اسم المتغير نيم، واقول له إن النيم اللي هيدخل انت هتكتبه هنا اهو. ماشي. واروح عامل فاصلة. طيب هقول له مثلا your age is، واروح عامل فاصلة تانية. ماشي. لا عايز فاصلة، فاصلة يا عم، فاصلة يا عم، واروح واخد اسم المتغير اللي هو age دوت، واروح كاتبه هنا اهوت. طيب وعايز الفون، هعمل الأول فاصلة، وعلامتين تنصيص your phone is. ماشي. واروح اعمل فاصلة. ماشي. واروح اعمل هنا هو فون، تمام، واروح قافل القوس كده، تمام. فانا لو عملت ران دلوقتي هيقول لي انتر يور نيم، هدخل مثلا اي حاجة، انتر يور ايج هدخل اي رقم. واحد عنده 78 سنة، ما علينا. المهم ان دي بتكون معلومات اليوزر نفسه. رقم التليفون مثلا وليكن هو ده. قال لي هلو وراح كاتب اسمي. your age is راح كاتب العمر اهو. قال لي we your phone is كذا. طيب فانا ممكن اعمل برضو طريقه اسمها الفورمات، ودي بتختصر شويه. ان انا اكتب برنت واروح فاتح قوس، واكتب اف واروح فاتح علامتين تنصيص زي كده اهو، واقول له هلو. ماشي. واروح عامل شكل قوس كده اهوت، عشان اعمله لازم اضغط شيفت زائد جيم زائد جيم زائد دال. ايوه. قوسين دول، واروح واخد مثلا نيم، بدل ما اقعد اعمل فصلات كتير زي ما عملت من شويه. and عايز اكتبها بس ايه، ايوه is واروح عامل شيفت وجيم ودال، واروح واخد الايدج ديت حطيتها بين القوسين اللي بالشكل دول اللي انا عملتهم دلوقتي، واروح عامل مثلا and your phone، بإذن الله فين البي. ماشي. and your phone is زي كده، واروح عامل فون واروح عامل رن. انتر يور نيم، هكتب مثلا اسم القناة المرة دي، مش هكتب أي حاجة عشان تكون الأمور واضحة بس أكتر. انتر يور ايج مثلا 19. انتر يور فون نمبر مثلا هو دوت اهو. قال لي hello لوبيرس and your age is كذا، بس ماشي، احنا ممكن بس نعمل زي فصلات كده اهوت، عشان ما نلزقش في بعض زي ما ظهر. تمام جدا، تمام جدا. اعمل ران تاني ونختبر الأمر تاني. هو قال لي hello وراح كاتب الاسم اللي انا دخلته and your age is، راح كاتب 19 and your phone is، راح كاتب الرقم. ده كده اختصارا ومرتب اكتر برضه. فدي طريقة الفورمات، بدل ما اقعد اعمل بقى فاصلة وبتاع وكده كل شوية زي ما عملت. ده كان فيديو النهاردة، فبس اشوفكم فيديو جديد. سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة السادسة من كورس البايثون بإذن الله.
فالنهاردة بإذن الله هنتكلم عن حاجة اسمها list، وهي أحد متغيرات البايثون بإذن الله. فمتنسوش اللايك والاشتراك، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده. طيب، أول حاجة يعني إيه list؟ يعني أنا دلوقتي مثلا بسم الله كده ونبدأ. عندي الزد مثلا بتساوي 50 مثلا، ومثلا مثلا كده عندي مثلا الواي بتساوي 45 مثلا، والإي مثلا وليكن بتساوي 20. طيب، بدل ما أعمل كده وأقعد أعمل برنت كل ده، لأ أنا هعمل نمبرز. أنا هعمل كده أهو. أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أعمل كده أهو، مثلا اسم المتغير نمبرز، ماشي، وأقول يساوي. بس لازم أعمل قوسين، اللي هو إحنا كنا بنقول القوسين في الفيديو اللي فات شيفت وجيم ودال. لأ، هنا هضغط جيم مع دال بس. ماشي، جيم مع دال بس، واكتب الأرقام اللي أنا كتبتها 50، وكنا قلنا كمان 20، واروح عامل برنت نمبرز. هيشتغل على طول ويطلع لي الليستة كلها. بس القوسين العاديين معلش نروح عاملين نمبرز كده اهو. ماشي، فانا لما اعمل رن اهو، طلع لي الليستة كلها والارقام كلها اللي انا كتبتها. دي ممكن مثلا لو معايا اسامي وعايز اطلعها كلها، يعني انا كمان ممكن اكتب نص. يعني انا مثلا ممكن اكتب نص، ممكن اعمل كده اهو. واروح كاتب مثلا اي حاجة، مثلا لوب، ماشي، واروح عامل رن اهي. كتبت النص عادي. طب انا يعني انا ما اعرفش مثلا ان ده سترينج وعايز اعرف نوعه، هعمل ايه؟ هروح جاي تحت كده اهو، وكاتب برنت زي ما اتعلمنا، واروح كاتب تايب، واروح كاتب اسم المتغير اللي هو نمبرز. تمام، واروح اعمل رن اهو. قال لي الكلاس ليست، شايفين؟ قال لي الكلاس ده ليست، يعني انا ما اعرفش ان ده ليست مثلا. فقال لي نوعه هنا اهو ليست اهو. تمام. تمام. طب مثلا عايز اعرف مثلا رقم 50 دي كام في الليست، علما بانه في الليست يعني احنا المفروض بنعد في الليست انه 1 2 3. لا، هو بيعد 0 1 2. فانا عايز اعرف ال50 دي رقم كام في الليست. طب فانا دلوقتي هروح كاتب برنت، واروح فاتح كده اهو نمبرز، واروح عامل القوسين بتوعنا زي كده اهو، واروح كاتب اقول له عايز اول رقم. بس بالنسبه له اول رقم هو 0، بيعد 0 1 2، مش 1 2 3 وكده. ماشي، فانا لما اعمل رن اهو جاب لي 50 بعيدا عن دي. ماشي، بعيدا عن دي عشان انا كنت كاتب برنت نمبرز اهو. جاب لي اول رقم هنا اهو اللي هو 50. طيب، ممكن اكتب كمان مثلا زائد نمبرز، واروح اعمل كده اهو اول رقم. لا، بس اول رقم بقى في القوسين هنا اهو. طب فانا لو عملت رن كده، جمع لي اول رقمين، يبقى دي كده عمليات حسابية. بصوا، جمع لي عمليات حسابية، جمع لي 50 وال45 هنا اللي هو رقم 0 في القائمة ورقم 1. طب نجرب ضرب، نشوف الضرب ينفع ولا لأ. نفع الضرب. طب مثلا القسمة، نفعت القسمة. طب مثلا طرح مثلا، طرحهم. يبقى أنا كده اتعلمت يعني إيه ليست، وإزاي أجيب أول رقم في الليست، وازاي برضو اعرف نوع الليست، وازاي اعمل عمليات حسابية في الليست. احنا كده في اول 5 دقايق خلصنا 4 حاجات. هي الليست على فكرة سهلة جدا 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 بإذن الله، ولكن هقسمهم على فيديوهين، يعني علشان هم برضو حاجات كتير بس سهلين، بس هم برضو حاجات كتير. فلسهولة بس الفهم والحفظ والتطبيق هخليهم على فيديوهين المرة دي. طيب، فطبعا لو في ضرب وناقص واسم وزائد وكده برضو، مش شرط ان هو يبدأ بأولويات الرياضة. يعني مش شرط مثلا ان هو يبدأ بالضرب، يعني ممكن يبدأ بالضرب وممكن لا. تمام. تمام. طيب، فطبعا ممكن في الليست برضو، يعني ممكن في الليست انا عادي ان انا احط ارقام عشرية وارقام بالسالب. يعني انا اخلي دي مثلا -50 مثلا، واخلي مثلا دي 1/10. ماشي، خليها 1/10، فنمسح الاربعة دي.
واعمل run، هيكتبهم لي عادي جدا جدا جدا، يعني ممكن ارقام سالب وممكن ارقام عشرية عادي يعني. طيب انا دلوقتي لو عايز اجيب اخر عنصر، او بما يسمى بقى اخر اندكس، يعني العنصر اسمه اندكس. طيب انا عايز اجيب اخر عنصر خالص في الليست، اللي هو مثلا لوب فيرس ده. هعمل ايه؟ هكتب برنت نمبرز عادي، واروح عامل هنا اهو جيم ودال، واكتب ناقص واحد. ناقص واحد هنا اهو يعني هات لي اللي من ورا من عند الصفر كمان. فانا لما اعمل رن اهو جاب لي اخر عنصر في الليسته. طيب فانا ممكن اجيب برضو اخر عنصر في الليست بطريقه تانية، وهي ان انا اكتب برنت، ودي طريقه اطول شويتين، واروح كاتب عادي نمبرز بس، واعمل القوسين اللي هما جيم ودال. بس انا هاجي اكتب بقى لين، اللي هي طريقه اللين هنا، لين نمبرز، لين بس انا نسيت قوسين، نمبرز ماشي، واروح جاي كاتب هنا اهو ناقص واحد. ماشي، لا مش واحد ناقص واحد، لا ناقص واحد، عشان يجيب لي اخر عنصر في الليست. زي ما انتم شايفين جاب لي اخر عنصر في الليست اهو. طيب ممكن برضو اللين نمبرز دي كلها اروح حاططها في اسم متغير. يعني انا ممكن اخد ديت مثلا، واروح مسميها متغير اكس اللي هو هنا اهو، واروح عامل الطريقه ديت كده اهو، واروح جاي هنا اهو عامل اكس. دي برضو احد الطرق، واروح عامل رن هيشتغل نفس الحكايه. يعني ان انا اسمي جزء بتاع لين نمبرز دوت اكس. فدول كده الطرق ان انا ممكن اجيب بيهم اخر حاجه في الليست. يعني انا ممكن اكتب برنت نمبرز ناقص واحد، وبس ناقص واحد بين القوسين اللي هو بعمل عشان اعمل اضغط جيم ودال، او ان انا اعمل طريقه لين نمبرز ناقص واحد جوه القوس، او ان انا اخلي اللين نمبرز في متغير اسمه اكس، واروح مثال على نفسي وحاطط اكس بدل ما اكتب كل اللين في القوس هنا اهو. طيب اخر حاجة بقى لمعرفة عدد العناصر في الليست. انا دلوقتي عايز اعرف دول كام عنصر. هم دلوقتي عدد كبير قوي، انا عايز اعرف هم كام بالظبط. هعمل ايه؟ كاتب برنت زي كده اهو ماشي، واروح كاتب لين، واروح كاتب نمبرز زي كده اهو. تمام، واروح اعمل ران عادي. هو قال لي ان هم اربع عناصر، قال لي ان هم هنا هوت اربع عناصر. بس لو ضفت بقى كتير برضو هيقول يعني هيزود العدد عادي جدا جدا جدا. فبس احنا كده خلصنا يعني نص اوامر الليست. الحمد لله الفيديو جاي هنختم الليست، بعدهم باذن الله هنختم المتغيرين اللي هيكونوا باقيين باذن الله. فبس وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انه عجبكم. ملخص الشرح كالعاده هتلاقوه باذن الله على قناه الواتس اللي هتلاقوه في الوصف. فبس نشوفكم الفيديو جاي بإذن الله في الحلقة السابعة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد وحلقة جديدة. والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة السابعة، والنهاردة بإذن الله هتكمل بقية أوامر الليست وهتخلصها كلها النهاردة بإذن الله. فمتنسوش اللايك والاشتراك، عايزين نوصل 50 مشترك كده بأقرب وقت بإذن الله. وعلى فكرة احنا قربنا نخلص تقريبا نص السلسلة ده، إذا بالفعل إن احنا مخلصناهاش. يعني احنا اتبقى لنا الديكشنري، وهيبقى تقريبا خلصنا نص السلسلة يعني، خلاص الحمد لله. فالنهاردة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده. أول حاجة عايزين نعرفها ازاي، يعني دلوقتي بس أنا هبدأ بسم الله كده أعمل إيه، ليست عادي عشان نبدأ نشتغل عليها. طيب فأنا كتبت دلوقتي ليست عشان نشتغل عليها بإذن الله. فبسم الله الرحمن الرحيم عايز أعرف أول حاجة ازاي ان انا لما اخد عنصر من المستخدم اخلي البرنامج يضيف على طول في الليست دي. طب فانا دلوقتي مثلا وليكن عندي مثلا نيم مثلا، هقول له مثلا طيب انا عايز ان المستخدم لما يدخل اسمه يتحط في الليست هنا. تمام، فانا هعمل ايه؟ هروح اعمل كده اهو بالظبط، اكتب اسم المتغير اللي هو مثلا لوب فيرس دوت، اللي بنسميه هنا لوب فيرس دوت. طيب لما اعمل دوت هلاقي حاجات كتير قوي هندرسه باذن الله واحده واحده.
بس اول حاجه دلوقتي هنبدا ب append، فلوب فيرست دوت append زي كده هو بالظبط، والمتغير بتاعنا اللي هو نيم. ماشي، بحيث ان انا اقول له حط النيم اللي هيدخل في الليست. تمام، اروح اعمل بريد وهطبع الليسته من جديد لوب فيرس. ماشي، هي ديت اسم الليسته بتاعتي. ماشي، والنيم اسم المتغير بتاعي. يبقى انا بكتب هنا اهو بعد ابد اسم المتغير، وقبل الابد اللي هي اسم الليست نفسه. ماشي، تمام. فانا لما اجي اعمل رد دلوقتي هيقول لي دخل اسمك، وليكن مثلا لوب فيرس. مش عارف ليه بحب ادي امثله باسم القناه، بس ماشي مش مشكله، اي حاجه. واروح اعمل انتر زي ما انتم شايفين، ضاف لي اسم لوب فيرس اهوت كعنصر جديد في الليست جنب ال 21، بالرغم ان انا مكنتش ضايفه، بس انا قلت له ضيف لي اللي هيدخله المستخدم على الليست بتاعتي ديت. طيب، بس طبعا دي حاجة يعني مؤقتة، يعني هنعرف بعدين بقى ان انا لو قفلت البرنامج ازاي هلاقي الحاجة دي موجودة حتى لو البرنامج اتقفل بعد كده، بحيث ان انا احفظها، يعني بمعنى اصح ان هي تتحفظ عندي. لكن انا دلوقتي لو قفلت البرنامج وفتحته تاني مش هلاقي العنصر اللي انا ضفته دوت، لان هنا اضافة مؤقتة. فهنعرف بعدين ازاي ان شاء الله ان احنا نضيف اضافة كاملة. ولكن خلينا في الإضافة المؤقتة دي دلوقتي. بس ما ينفعش أجي هنا اهوت واروح مثلا وليكن لو عندي ايج مثلا اروح جاي كاتب هنا هو نيم وعامل فاصلة ايج. لا، ما ينفعش، مش هينفع كده، ما ينفعش كده. لازم اسم متغير واحد، لازم اسم متغير واحد، ما ينفعش اكتر من اسم متغير. تمام، فدي اول حاجة كان الامر ابد. فتمام كده اهو خلاص. فانا هاخد بقى الليست دي تاني عشان هنحتاج نشتغل عليها تاني في الدوال الباقية. ماشي، فعندنا مثلا حاجة اسمها سورت، عندنا دالة اسمها سورت. فأنا دلوقتي عندي مثلا 20 و56 و21. ماشي، فاروح جاي أكتب كده اهو اسم الليست دوت سورت زي كده، واروح أعمل قوسين زي كده اهو. تمام، فأنا دلوقتي كتبت السورت بتاعي عادي كده، ما بكتبش حاجة في القوسين دول، واروح جاي قايل له برنت. برنت هنا هو مهم عشان ينفذ الامر ده، ينفذ سواء سورت او ابند او كده، ينفذ الداله اللي انا كتبتها، ينفذ الداله نفسها، ينفذها. ماشي، فانا هكتب هنا هو برنت لوب فيرس زي كده اهو. ماشي، واروح عامل رد. فهي من اسمها، هي من اسمها سورت. يعني ايه سورت؟ يعني هيرتبهم لي زي ما انتم شايفين، ده رتب لي 20 و21 56، رتبها لي من الصغير للكبير. طيب، ولو في برضه، لو في برضه عناصر، وليكن مثلا هضيف مثلا نصوص مثلا، زي مثلا احمد مثلا. طيب يا شباب، انا عايز اشرح بس حاجه عشان انا وقعت فيها وانتم ممكن كمان ان انتوا تقعوا فيها دلوقتي. ماشي، انا دلوقتي لما جيت اضيف هنا اهو ضفت النصوص مع الارقام عشان عايز اشرح نقطه معينه هشرحها دلوقتي. بس ده غلط دوت. السورت هنا هو قال السورت ما ينفعش ان هو يرتب ارقام مع نصوص، ما ينفعش. فدلوقتي المهم انا همسح الارقام ديت عشان نشرح الحاجه الاساسيه اللي انا عايز اوصلها. بس ماشي، خلينا نصوص بس دلوقتي. طيب، الدصوص بيرتبها برضو، بس الدصوص لوحدها عشان ما تقعوش في نفس الخطأ اللي انا وقعت فيه. ما ينفعش يرتب ارقام جنب دصوص، تمام؟ عشان ده نفس الخطأ اللي انا غلطته دلوقتي. ماشي، وقال لي دوت سبورتد بتوين ديستانس اوف سترينج اند انتجر. تمام، ماشي. فالنقطة اللي انا عايز اوصلها ان انت مثلا لو معاك نصوص دلوقتي بيرتبها برضو بالابجدية. بدأ بأحمد، بدأ بآدم، واقول لكم ليه بدأ بآدم رغم ان في احمد والاتنين بيبدأوا بايه، وبعدها راح عامل محمد. طيب، هما آدم وأحمد هنا اهو بيبدأوا بنفس الحرف. ليه بدأ بآدم الأول؟ لأنه بيشوف الحرف اللي بعديه، بيشوف الأبجدية في الحرف اللي بعديه، فالدي قبل الاتش. ماشي، فهو عشان كده بدأ بآدم وبعدها أحمد، رغم إن الاتنين بيبدأوا بحرف الإيه. ولكن لما بيلاقي اتنين شبه بعض وبيبدأوا بنفس الحرف بيبص على الحرف التاني. طيب، فكده أنا أبقى خدت أبند وخدت كمان سورت. تمام. عندنا حاجة بقى اسمها ريموف. يعني أنا دلوقتي عايز
اشيل عنصر، ازاي ان انا اشيل عنصر من الليسته اللي قدامي دي. ماشي، فانا هاجي اعمل لوب فيرس زي كده اهو. ماشي، دوت ريموف، ريموف. ماشي. طيب، واعمل قوسين، وهنا بقى نقطه مهمه قوي. هنا هو اكتب الحاجه اللي انا عايز اشيلها بالظبط. مثلا انا عايز اشيل مثلا وليكن ادم مثلا. ادم، ماشي، معلش يا ادم، تشيلك يا ادم. وهروح جاي هنا اهو كاتب ادم، لا ادم ادم ادم، ايوه، كتبنا ادم كده بالظبط اللي هو اهو. ماشي، انا هشيل دلوقتي ادم. ماشي. طيب، ال- الخانة بتاعت آدم ديت مثلا، لو هنعد مثلا زي ما البايثون بيعد صفر واحد اتنين، هيبقى آدم ديت الخانة بتاعته اتنين. بس مش هينفع اجي اكتب هنا هو رقم الاندكس او رقم الخانة واكتب اتنين، لا، انا لازم اكتب الفاليو بالظبط. يعني مثلا هنا مكتوب آدم، الاندكس ده اسمه آدم، يبقى اكتب هنا هو آدم بالظبط بالظبط. فانا دلوقتي مثلا لما اعمل برنت، ماشي، برنت لوب فيرس بالظبط زي كده، نعمل ران تاني اهو. زي ما انتم شايفين شال ادم اهو، وبقى احمد ومحمد بس. فريموف، لازم اكتب الفاليو بالظبط من الليست. يعني الفاليو اللي انا عايز اشيلها اكتبها بالظبط. ماشي، ما اكتبش رقم الاندكس بتاعها او رقم الخانه بتاعها في الليست. فده برضو كان الامر بتاع ريموف. طيب، في امر كمان اسمه ريفيرس. انا دلوقتي بس ماشي هشرح على دي عادي. ريفيرس، ماشي، واضح من اسمها قوي يعني ايه ريفيرس، واضح من اسمها قوي. ده انا لما اعمل ران كده اهو، زي ما انتم شايفين قلب لي الليست كلها. يعني المفروض كانت بتبدا باحمد ومحمد وادم، لا، بداها بادم ومحمد واحمد. زي ما انتم شايفين قلب الليست، هي من اسمها ريفيرس يعني يقلب الحاجه. تمام. فكده يبقى خدنا append، خدنا sort، خدنا remove، وخدنا reverse. طيب، انا حابب بقى برضو حاجة مهمة نوت. مثلا انا دلوقتي عندي مثلا الخانة، عايز اغير واحط مكانها قيمة تانية. يعني عايز اخلي الاندكس بقيمة تانية، هعمل ايه؟ ماشي، هعمل لوب فيرس زي كده اهو، وهروح اعمل القوسين بتوعي دول، واروح اعمل الاندكس مثلا وليكن هغير احمد. فاحمد هنا اهو رقم الاندكس او رقم الخانه بتاعته صفر. ماشي، فاروح اعمل هنا اهو صفر ويساوي القيمه الجديده اللي انا هعملها. مثلا هسميه يوسف مثلا. ماشي، هسميه مثلا يوسف اهو. تمام كده، تمام كده. فانا المفروض ان انا لما اعمل رن، زي ما انتم شايفين لما عملت رن، غير اسم احمد باسم يوسف. طبعا برنت دي مهمة جدا، زي ما قلت برنت دي مهمة جدا 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 عشان ينفذ الأوامر اللي فوقيه. ماشي، فزي ما انتم شايفين شال أحمد وحط يوسف. فده برضو لو عايز أغير قيمة اندكس معين أو قيمة خانة معينة. لما برضو بعمل حاجة هنا اهو، لما بعمل حاجة هنا اهو مثلا عندي، لما بحط دوت هنا اهو بلاقي حاجة اسمها بوب. يعني ايه بوب؟ بوب هي بالظبط ريموف، هي بالظبط ريموف. ولكن ريموف احنا قلنا لازم القيمة بالظبط، لكن بوب بشيل ب الرقم بتاع الخانة. يعني مثلا ايه، عايز اشيل احمد، كنا في ريموف لازم اكتب احمد ما بين قوسين هنا اهو. ماشي، لكن في بوب اكتب الرقم الاندكس او رقم الخانة بتاع احمد، واللي هي مثلا هنا هو صفر عشان بيعد من صفر واحد اتنين. ماشي، فلما اعمل رن، زي ما انتم شايفين شال احمد خالص، وبقى فيه محمد وبقى فيه ادم بس. فبوب بتشيل الحاجة زي ريموف بالظبط، بس ريموف لازم اكتب القيمة بالظبط بتاعت الحاجة اللي انا عايز اشيلها. لكن بوب بكتب الاندكس بس او رقم الخانة بس بتاع الحاجة اللي انا عايز اشيلها. ولكن في الاخر هما الاتنين وظيفتهم واحدة. طيب، اتبقى لنا اخر حاجتين دلوقتي، وهي كلير واكستند. ماشي، هنشوف كلير، هي من اسمها كلير. دلوقتي انا عندي هنا اهو، لما بعمل دوت برضو بلاقي حاجة اسمها كلير. كلير ديت هتعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي لما اعمل ران كده اهو. ايه ده؟ راحت فين الليست؟
بالظبط كده، مسح لي الليست كلها، مسح لي كل حاجه في الليست. بصوا ما فيش حاجه، مسح كل الحاجات اللي انا كنت كاتبها في الليست، سواء ارقام سواء نصوص، مسح كل حاجه حرفيا. فده لو عايز امسح الليست كلها. تمام. اخر حاجه برضو عندي extend. هنعرف يعني ايه extend دلوقتي. انا لما اعمل النقطه كده اهو هلاقي حاجه اسمها extend ديت، بس قبلها لازم اعمل مثلا لستة كمان. فانا هضطر ان انا اسمي لوب فيرس دي، هضطر ان انا اسميها اكس. ماشي، هضطر ان انا اسميها اكس عشان هعمل لستة تانية دلوقتي، وافهمكم ليه دلوقتي. ماشي. عشان extend ديت لازم 2 ليست. فانا هعمل مثلا دلوقتي لستة كمان هسميها واي. طيب فانا عملت دلوقتي ال2 ليست اهوت. ماشي. طيب extend معناها ان هو بيضيف ليست على لستة تانية. يعني انا دلوقتي معايا 2 ليست بعمل لهم دمج في لستة واحدة، فعشان كده انا اضطريت اعمل ليست كمان واسمي اول ليست اكس وتاني ليست واي. فدلوقتي هعمل اكس extend واي. ماشي، واروح اعمل برنت اكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ضيف لي واي على الاكس، يعني ضيف لي واي على الاكس. يبقى الحاجة اللي انا عايز اضيفها او الليست اللي انا عايز اضيفها على ليست تانية بحطها ما بين القوسين هنا اهو، بحط اسمها هنا اهو زي الواي دي. فانا لما اعمل رن زي ما انتوا شايفين دمج لي الاتنين في لستة واحدة، يعني دمج لي الليستتين في لستة واحدة. تمام. فطيب كده وصلنا لنهاية الفيديو. برضو اللي حابب يعرف اي حاجة في البلت ان بتاع بايثون، حاجة زيادة غير ان احنا بنشرحها او لسه هنشرحها، هسيب له رابط موقع في الوصف بيعرفوا كل حاجة بإذن الله في البلت ان بتاع بايثون. وبإذن الله برضو رابط كالعادة يعني رابط قناة الواتس في الوصف، ببعت عليها ملخص الشرح ده كله، بحيث ان انت لو ما فهمتش حاجة تفهم بملخص كده اهو سهل بإذن الله. فبرضه بس انت لازم في الاخر تطبق عملي في الاخر. فبس ما تنساش ان انت تطبق عملي، ده اللي انا عايز اقوله يعني باختصار. عشان لازم عملي عشان تحفظ الحاجات. من غير العملي كده اهو مش هتفهم اي حاجة ولا كأنك اتعلمت اي حاجة. واشوفكم في فيديو جاي بإذن الله في الحلقة الثامنة، وهي هتكون حلقة الديكشنري بإذن الله. نشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة التامنة من كورس البايثون بتاعنا جميل. والنهاردة بإذن الله هناخد نص الديكشنري بإذن الله، والفيديو جاي بإذن الله هنخلص الديكشنري. هو الديكشنري بسيط برضو، بس يعني قسمته على فيديوهين عشان ما يكونش فيه برضو لخبطة في الحاجات اللي هنشرحها بإذن الله. فمتنسوش اللايك الجميل بتاعكم واشتركوا، عايزين نوصل بإذن الله 50 قريب، يعني في أسرع وقت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ. أول حاجة، يعني إيه ديكشنري أصلا؟ فأنا دلوقتي مثلا عندي واحد اسمه مثلا أحمد. ماشي. أنا عايز أعرف بيانات عليه، هروح أعمل القوسين دول وأروح جاي بقى هنا هو كاتب في النص كده كده أهو، يعني أعمل بيه الشكل ده. ماشي، عشان أعمل ديكشنري. وهكتب مثلا النيم بتاعه زي كده اهو. ماشي، واروح اعمل نقطتين. ماشي. بس النقطتين دول كده اهو، واروح اعمل ان النيم اسمه احمد مثلا. هنا اعمل نقطتين لان انا بقول له ان الكي ديت بتساوي الفاليو ديت، ان المفتاح ده بيساوي القيمة ده. فهنا هو لازم النقطتين دول. ماشي. ما عملش علامة يساوي بالظبط يعني عشان ما تحصلش مشكلة. ماشي. بعمل النقطتين دول وبعدها مثلا فانا كده اهو يعني عايز اخلي دول بس يقربوا من بعض شويتين. تمام. طيب فانا لازم بعد كل معلومة اروح حاطط فاصلة زي ديت عشان ما تحصلش برضو مشكلة، لان انا بعرفه ان دي معلومة لوحدها ودي معلومة لوحدها ودي معلومة لوحدها. انا هاجي هنا اهوت واروح اعمل برنت. هقول له دلوقتي ان انا عايز. ماشي. واروح اعمل قوسين، عايز عن احمد مثلا مثلا النيم بتاعه او اسمه، او وليكن نخليها فون مثلا.
فانا دلوقتي لما اجي اعمل ران كده زي ما انتم شايفين طبع لي الرقم بتاع احمد. يعني باختصار انا بستدعي معلومة او قيمة تخص احمد. يعني انا عندي ده الكي، تمام، وده الفاليو او القيمة بتاعته، ماشي. فانا دلوقتي عندي واحد اسمه احمد، بستدعي المعلومات بتاعته. فانا بقول له اطبع لي من عند احمد التليفون بتاعه، عايز اعرف التليفون بتاعه، فراح طابع لي التليفون بتاعه. فانا الديكشنري يعني بستدعي قيمة معينة متسجلة باسم معين، تمام، عشان اخد منها معلومة، ماشي. طيب انا دلوقتي عايز اغير حاجة في القيمة ديت، في القيم ديت. يعني عايز اغير نيم او ايج او فون مثلا وليكن. فانا هروح اعمل احمد عادي بالشكل احمد عادي والقوسين دول، وهروح اعمل مثلا وليكن هغير الايج مثلا، ماشي. لازم الكي او الاندكس اللي انا اغيره اكتبه بالظبط، ماشي. واروح اعمل يساوي، هغير الايج مثلا اخليه 30 وليكن، ماشي. هو كبر خلاص بقى دلوقتي. واروح اعمل رن، لا بس انا نسيت البرنت، ما شاء الله عليا. واروح اعمل برنت، ماشي، احمد بالشكل ده كده احمد، ماشي. و ايج بتاعته، ايج الجميلة دي بتاعته كده نروح عاملينها كوبي وعاملينها هنا ونعمل رن. زي ما انتم شايفين طبع لي الايج ان عمره بقى 30، تمام. فانا لو عايز اغير فاليو بتاعت اي حاجه، ديت اسمها كي، ودي اسمها القيمه او الفاليو، ماشي. فانا لو عايز اغير اي فاليو، تمام، من دول او اي معلومه، لان انا بغير معلومات احمد دلوقتي بحدثها اول باول. فانا لو عايز اغير معلومه دلوقتي بعمل احمد، ماشي، وان انا عايز اغير العمر بتاعه واكتب القيمه الجديده هنا هو. تمام، تمام. طب انا دلوقتي بقى لو عايز اضيف للديكشنري ديت معلومة جديدة، اعمل ايه بالظبط؟ كان في حاجة في الليست اسمها ابند، تمام. لكن دلوقتي هروح اعمل كده احمد، ماشي. واروح اعمل بقى القوسين دول كده ماشي. وهكتب هنا اهو ايميل، واروح اعمل يساوي، واقول له ان الايميل بتاعه هو احمد @gmail.com وليكن. بس لازم اخليها string بالشكل فواحد هيقول لي طب انت كده كأنك بتغير قيمة او value، هو اصلا انت مش كاتب ايميل جوه في الديكشنري. لا، ما هو بقى مش هيعتبر ان انا بغير قيمة، هو هيعتبر ان دي حاجة جديدة اصلا بضيفها في الديكشنري. فانا دلوقتي لما اعمل برنت واروح كاتب احمد، اللي هو مثلا هات الايميل بتاع احمد، تمام. لما اقول له هات الايميل بتاع احمد دلوقتي بالشكل واروح اعمل رن، زي ما انتم شايفين جاب لي احمد @gmail.com، جابها لي من الديكشنري كأن انا ضفتها في الديكشنري. هو ضافها الاول في الديكشنري، تمام، وبعد كده طبعها لي. طيب عشان اثبت لكم برضو ان هو ضافها، انا دلوقتي كتبت برنت احمد من غير ما اكتب اي كي معينة، ماشي. فعشان اثبت ان هي اتضافت اصلا من الاساس، انا مش هكتب او استدعي معلومة معينة اللي هي فون او ايدج او كده، انا هسيبها برنت احمد كده وخلاص ونعمل رن. زي ما انتم شايفين نيم احمد، ايج 28، كتب الفون وراح كاتب برضو الايميل. لكن انا بقى لو عايز استدعي الايميل بتاعه بس، هروح اعمل قوسين هنا واكتب ايميل بالشكل زي ما عملنا من شوية، تمام. واروح اعمل ران تاني وهيجيب لي الايميل بتاعه بس. فكده احنا اتعلمنا يعني ايه ديكشنري، يعني ايه اغير فاليو او قيمة جوه الديكشنري، ويعني ايه اضيف كي جديدة بفاليو جديدة بتاعتها تخصها برضو يعني. طيب فدلوقتي بقى انا عايز امسح حاجة من الديكشنري دي. في الليست كنا بنستخدم حاجة اسمها ريموف او بوب. لا دلوقتي الطريقة بقت اسهل جدا 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 يعني في الديكشنري بصراحة، تمام. فنمسح دول كده طيب انا لو عايز امسح حاجة دلوقتي، فدلوقتي هروح كاتب اختصار ديليت، ماشي.
واروح كاتب احمد اللي هو اسم الديكشنري اللي هو دوت، ماشي، ديل احمد. وهروح عامل الحاجة اللي همسحها، مثلا وليكن عايز امسح النيم، مثلا وليكن، وهروح جاي عامل برنت الديكشنري كلها تاني اللي هي برنت احمد، ماشي تمام، واروح عامل رن. زي ما انتم شايفين جاب لي الايج وجاب لي الفون وما جابليش النيم. فالديكشنري باختصار هو زي الليست، يعني مفيش فرق كبير برضو، بل والديكشنري اسهل كمان في استخدامه. او ان في طريقة تانية ان انا ممكن استخدم البوب برضو، يعني انا ممكن استخدم طريقة الديليت، او ان انا ممكن استخدم طريقة البوب. يبقى كده البوب موجودة بقى في الليست وفي الديكشنري. يعني انا دلوقتي لو كتبت اسم الديكشنري اللي هي احمد دوت بوب، ماشي، ورحت عامل قوسين زي كده اهو، بس اكتب بس الاول الكي اللي انا عايز اشيلها، مثلا وليكن نيم مثلا، واروح عامل كده اهوت، واروح جاي عامل برنت للديكشنري من اول وجديد، برنت احمد بالشكل دوت. فانا لو عملت ران دلوقتي برضو جاب لي الايج 28 والفون بس، وما جابليش النيم. فدول كده طريقتين برضو عشان احذف من الديكشنري، اي كي انا مش عايزها. طيب انا بقى دلوقتي عايز استخرج القيم بس، يعني انا عايز استخرج اللي هي احمد ديت و28 ديت ورقم التليفون ده. فانا عايز استخرج القيم بس عشان هستخدم منهم قيمة معينة. فدلوقتي هروح كاتب VAL يساوي، ماشي، احمد اللي هو اسم الديكشنري اللي هو دوت، ماشي، اسم الديكشنري ده مهم جدا، واروح اعمل دوت values بالشكل دوت، واروح عامل قوسين كده اهوت، واروح عامل برنت values. هات لي الفاليوز بس، هات لي كل القيم اللي موجوده في الديكشنري بتاع احمد. زي ما انتم شايفين قال لي DICT او ديكت فاليوز، زي ما انتم شايفين احمد و28 والرقم دوت. طيب فانا دلوقتي عشان اتعامل معاها بقى واستخرج قيمه معينه عايزها تحديدا، الافضل ان انا اخليها ليست بالشكل دوت، واروح عامل البتاع دي كده اهو في قوسين هنا اهوت، واروح قال له برنت واعمل له رن. زي ما انتم شايفين خلاها لي من ديكشنري لليست عشان اعرف اتعامل معاها، تمام، لو عايز بقى استخرج قيمة معينة، هروح جاي هنا اهو اقول له برنت فاليو، واروح عامل هنا اهو كده اهو قوسين دول، وهقول له مثلا القيمة اللي أنا هستخرجها، لأنه كده هيحولها لليست، فهيخلي أحمد اندكس 0 و28 اندكس 1 ورقم التليفون اندكس 2. فأنا دلوقتي عايز استخرج مثلا أحمد، فأقول له برنت فاليو الاندكس 0 من الليست اللي انت هتعملها لي. فانا لما اعمل ران كده اهوت، زي ما انتم شايفين جاب لي احمد، لان انا حولتها لليست عشان اعرف اتعامل معاها. فيبقى ان انا اطلب اي اندكس انا عايزه، يعني انا حولت الفاليوز بتاعتي لاندكس اعرف ان انا اطلبها، تمام. فعملت برنت فاليو ورقم الاندكس وليكن 0. طيب برضو الكي نفس الكلام، لو انا عايز برضو استدعي اي كي هنا هوت نيم او ايج او فون، هروح جاي عامل هنا هوت الكيز، ماشي، او الكي بتساوي list احمد كيز، ماشي. الافضل ان انا احول الديكشنري لليست، بس انا الاول قبل كل حاجه هشيل ليست عشان اوريكم ان نفس الموضوع برضو على الكيز او المفاتيح. فانا هعمل انه كيز او كي بقى، خليها كي عشان انا كاتب انه كي، ماشي، واعمل رن. زي ما انتم شايفين ديكت كيز نيم وايج وفون. طيب انا هحولها الليست عشان محتاج كي معينه او مفتاح معين، ماشي، وهروح جاي هنا اهوت قبل ما احولها او اختار اندكس معين، بس معلش، اروح عامل رن. وزي ما انتم شايفين حول لي الكيز كلها لليست اهوت، تمام.
وبعدها بقى مثلا عايز استدعي مثلا نيم، فاروح اعمل هنا هو تقول له هات الاندكس صفر من الليست اللي انت عملتها لي ديت، فجاب لي نيم. فانا حاسس ان انا شرحت حاجات كتيره صح، عشان كده قلت لكم هقسم الديكشنري على فيديوهين، لان الديكشنري كلها في فيديو واحد هتبقى صعبه جدا بصراحه يعني. بس ايه، نحفظ الحاجات اللي في الفيديو ده الاول باذن الله. وكالعاده هتلاقوا الملخص بتاعها في قناه الواتس، وهتلاقوا رابط قناه الواتس في الوصف. فدلوقتي بقى معلش عندنا اخر حاجه، ينفع نقول اخر حاجه؟ انا عارف ان انا قلت معلومات كتيره والله. طيب، فيبقى احنا قلنا ان الفاليوز بتتعامل زي الكيز في النقطة اللي احنا شرحناها دي دلوقتي. اخر نقطة برضو، انا لو معايا اكتر من فون هنا هو، يعني انا دلوقتي معايا اكتر من رقم تليفون. طيب فانا دلوقتي الديكشنري ديت انا زودت عنصر جديد، فانا لما زودت عنصر جديد او رقم جديد، او مثلا في ايميل واحط ايميل جديد لاحمد، لازم اعمل ليست، لازم اخلي الفون او الايميل دوت ليست زي ما انا كاتب بالشكل دوت عشان اقدر اضيف عناصر زيادة. طيب فانا دلوقتي لما اعمل ران بالشكل ده، دلوقتي قال لي ان الديكشنري فاليوز هم دول، وزي ما انتم شايفين كاتبهم لي في لستة برضو، يعني جاب لي الفون كلها بالليست اللي انا كاتبها. طيب انا هحول بقى الديكشنري لليست عشان اقدر ان انا اطلع رقم معين، فاضطر ان انا اخلي دي ليست. تمام، بالشكل دوت. فانا لما اعمل ران تاني خليهم لي ليست. طيب انا دلوقتي عايز استدعي رقم معين، هعمل ايه؟ الامر بقى هيتغير شويتين، فهيبقى برنت. تمام، احمد. ماشي، راح اعمل قوسين هقول له ان انا عايز اختار من الفون دوت اللي انا خليته ليست. ماشي. طيب، وهروح عامل كمان قوسين كده هو واقول له اندكس زيرو، عايز الاندكس زيرو اللي هو الرقم اللي اخره 557، واروح عامل رن. زي ما انتم شايفين جاب لي الرقم. فانا شرحت حاجات كتير قوي النهارده، يعني ربنا معاكم في والمشكله ان لسه فيديو تاني، يعني المشكله ان ده مخلصناش الديكشنري، فعشان كده انا قسمته على فيديوهين بس. يعني اتدربوا على الكلام ده اكتر من مره. آه برضو شوفوا الملخص اللي انا عامله، باذن الله هيفيدكم. بس يعني انا ملخص الكلام ده كله في صفحه ونص، الحمد لله، يعني ملخص كل ده في صفحه ونص. وحاجات كتيرة، فشوفوا الملخص اللي على الواتس، وبإذن الله الحاجات ديت تكون سهلة بالنسبة لكم. فوصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم بإذن الله في الفيديو الجديد اللي هنختم فيه المرة الجاية بإذن الله الديكشنري. وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد وحلقة جديدة. والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة التاسعة من كورس البايثون. فآخر مرة كنا بدأنا في الديكشنري، والنهاردة هنخلصه بإذن الله يعني، والفيديو بإذن الله مش هيكون طويل. فبسم الله الرحمن الرحيم، ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم جميل، ونبدأ بسم الله. أول حاجة هنبدأ بيها إن إحنا هنعمل ديكشنري جوه ديكشنري. يعني دلوقتي مثلا أنا عندي هنا هو مثلا، وليكن هقول إن أنا عندي ديكشنري مثلا اسمه لوب فيرس مثلا. فأنا دلوقتي مثلا بدل ما يعني مثلا عايز اكتب بيانات شخص معين، بدل ما اقعد اكتب النيم في سطره والباسورد في سطره مش عارف ايه في سطره، يعني لا، هيبقى الموضوع كبير. تمام. فانا يعني بشكل احسن هعمل ديكشنري جوه ديكشنري. ازاي؟ ان انا مثلا هاجي دلوقتي اكتب واحد مثلا، بيانات واحد مثلا اسمه يوسف وليكن. ماشي، واروح عامل النقطتين دول. ماشي، واروح عامل القوسين بتوع الديكشنري دول، واجي هنا هو هكتب ان مثلا النيم النيم مثلا يساوي. ماشي، او مش يساوي النقطتين دول عادي، النيم يساوي يوسف. لا، يوسف الشكل دوت. وهاجي بعديها مثلا وليكن اروح اعمل فاصلة، واكتب الباسورد بالشكل دوت. اكتب بيانات مثلا شخص تاني كمان على طول في السطر اللي بعديه هنا اهو، فللسهولة بس. آه لا ثواني. ماشي.
للسهولة بس نعمل كده اهوت ونكتب مثلا أحمد للسرعة يعني، ومثلا هنا هو برضو أحمد. تمام، بس نمسح الفاصلة ديت. ماشي، ولازم بعد كل ديكشنري نروح حاطين فاصلة زي كده. ماشي، لأنه هيعتبر ده ديكشنري لوحده وهيعتبر إن ده ديكشنري لوحده جوه الديكشنري الكبير. طيب، فأنا دلوقتي عايز مثلا أجيب الباسورد وليكن بتاع أحمد. هعمل إيه؟ همشي المسار عادي جدا، هعمل برنت. طيب، فدلوقتي هنكتب برنت عادي بالشكل دوت. ماشي، وهنمشي الترتيب. أول حاجة هنجيب الديكشنري الكبيرة اللي هي لوب فيرس بالشكل دوت، لوب فيرس. وهنروح داخلين ثواني اهو، هو هنجيب احمد بالشكل دوت، وهنعمل قوس كمان اللي احنا عايزين فيه الباسورد بالشكل دوت. لا بس انا عايز جوه ايوه. فالمفروض ان انا بسم الله لما اعمل رن زي ما انتم شايفين طبع لي الباسورد بتاع احمد. طيب، لو انا عايز بقى اخد نسخة من الديكشنري ديت، ماشي، او اسميها بمسمى تاني. طيب، مثلا انا مش عايز اعدل في ديت، فهاخد منها نسخة واسميها بمسمى تاني. ماشي، واعدل في التانية ديت. فانا هروح رايح قايله بكل سهولة كده اهوت، فاقول له مثلا داتا بتساوي، واروح عامل لوب فيرس دوت كوبي الاول عشان انا نسيت كوبي، معلش، دوت دوت وكوبي، ونعمل بالشكل ده، وبعدين نعمل برنت اللي هي عندنا اللي هي داتا. فانا عملت رن بالشكل ده بسم الله زي ما انتم شايفين، طبع لي يوسف وطبع لي احمد عادي جدا جدا جدا. ماشي، بس دي نسخة تانية غير النسخة الاصلية. طب انا هنا هو لو قلت داتا بتساوي لوب فيرس بس وقلت له برنت داتا، لو عملت رن هيشتغل عادي برضو. طيب، طب ما نجرب ان احنا نخليها بالشكل ده، واضيف حاجة في الداتا. ايه رأيكم؟ نجرب حاجة كده. داتا اهوت. ماشي، اضيف مثلا في يوسف مثلا وليكن. ماشي، بس ليه بتعمل مسافة يا حبيبي؟ ليه يعني؟ هضيف في يوسف مثلا ايميل مثلا وليكن، ايميل بالشكل دوت، وهنقول مثلا انه يساوي، عايز يساوي يوسف @gmail.com. ما ضافهاليش برضو. بص، ما جابهاليش اصلا. فمش هينفع هو ينوت ان انا بضيف على داتا. طب ما داتا هي لوب فيرس، يعني اللي هو انت بتقول ايه؟ طب ما تقول لوب فيرس وخلاص. فهو ما ينفعش عموما. تمام، لان هو هنا هو هيضيفها على الداتا ولا هيضيفها على لوب فيرس ولا هيضيفها على ايه بالظبط؟ فمش هتنفع، يعني لازم لوب فيرس دوت كوبي. تمام، لازم لوب فيرس دوت كوبي عشان يعني يفهم. تمام تمام. طيب، لو عايز امسح كل اللي في الديكت دوت عادي جدا، اقول له لوب فيرس كدهوت اللي هي الديكشنري الكبيرة دوت كلير، عادي جدا. ماشي، بالقوسين دوت، واروح قايل له برنت بالشكل ده لوب فيرس مثلا اللي هي الديكشنري الكبير. ولو عملت له ران بالشكل ده مسحها لي. دي عادية جدا، اظن ما فيهاش حاجة. طب في حاجة بقى اسمها برضو update. يعني انا دلوقتي عايز اضيف اسم تالت مثلا. ماشي، طيب، احنا كنا بنضيف عادي قبل كده ان انا اكتب مثلا وليكن لوب فيرس واكتب الحاجة وبقيمتها الجديدة. ماشي، زي ما عملنا الفيديو اللي فات. طيب، هي فكرة بقى الابديت ان انا لو عايز اضيف مثلا اكتر من اسم بمعلوماته. تمام، هعمل ايه؟ اروح جاي كده اهوت كاتب اسم الديكشنري الكبير لوب فيرس، واروح اعمل دوت ابديت بالشكل دوت. ماشي، واروح فاتح قوسين، واروح فاتح بقى ديكشنري. تمام، واروح كاتب مثلا وليكن عايز اضيف مثلا علي، وليكن علي بالشكل دوت، واروح عامل نقطتين دول، واروح واخد مثلا للسهولة كده، اروح واخد مثلا ديت بما انها بسيطة كدهوت للسهولة يعني، واروح ضايفها بالشكل دوت. طيب، انا محتاج اعمل كده بس. ماشي، هي الاقواس برضو رخمة،
بس احنا لازم ناخد بالنا من الأقواس بالشكل دوت. ده أهم حاجة. ماشي، هو لازم إن هو دي كده كمان. تمام. فأنا مثلا هنا هوت عملت له فيرس أبديت وزودت المعلومات. مثلا هزود هنا هوت هكتب علي واكتب مثلا باسورد جديد مثلا، وليكن أي باسورد. ماشي. فأنا لو جيت عملت برنت لو فيرس دلوقتي، لو فيرس، طيب، وأعمل ران بالشكل دوت، هيضيف لي علي عادي جدا، ضافها لي كمان أهو. طيب، ايه الفكرة؟ ما انا ممكن اعمل نفس بتاعت الفيديو اللي فات، ماشي، واضيفها كده هوت وخلاص. لا، الفكرة بقى ان هنا هوت ان انا ممكن اجي هنا هوت بالشكل ده. ماشي، لا، هاجي هنا هوت. ماشي، واروح اعمل فاصلة واروح كاتب مثلا اسم كمان. هروح كاتب مثلا اسم كمان دلوقتي بالشكل دوت. مثلا عايز اضيف مثلا يعني بضيف اكتر من حاجة. عايز اضيف مثلا عمر مثلا دلوقتي. هي دي فكرة الابديت، ان انا بضيف اكتر من حاجة. ماشي، فهضيف مثلا عمر برضو دلوقتي. تمام، عمر. ماشي، وبرضو هضيف الرقم بالشكل دوت. طيب، فزي ما انتم شايفين عملت له فيرس وابديت وكل حاجة تمام. ضفت علي. تمام، ويعني جوه الديكشنري. تمام، وبرضو ضفت عمر. تمام، وضفت بيانات عمر لازم جوه ديكشنري كمان، وبيانات علي برضو تكون جوه ديكشنري لوحدها. فبالشكل ده ممكن ازود كمان واحد تالت ورابع وخامس وسادس. فلو في الاخر لو عملت رن هلاقي برضو الاسماء عادي يوسف واحمد، وفي كمان علي وعمر كمان اتضافوا. فكده يبقى احنا شرحنا يعني ايه الابديت. تمام. دلوقتي بقى عايزين نعمل نظام ريجستر، نظام ان انا اخد البيانات من المستخدم واسجلها عندي. طيب، فهنعمل بالشكل دوت عشان نوقف كل ده. فانا عندي دلوقتي ديكشنري فاضي. طب انا عايز اعمل نظام ريجستر بسيط كده، ان انا اخد البيانات من المستخدم اسجلها عندي في القاموس دوت. فهنيجي كده بعيدا عن الداتا او الديكشنري خالص. طيب، فانا دلوقتي كتبت الاوامر ديت. كتبت الانبوت دوت نيم بيساوي انبوت، والايج الانبوت برضو بتاعه بس انتجر، وبرضو الفون الانبوت بتاعه. طيب، انا لو رحت عملت برنت على طول، برنت داتا على طول، مش هيطبع لي الحاجات اللي انا دخلتها في الداتا. ليه؟ لازم اعرفه ان ساعتها الداتا ديت، الداتا بتاعت النيم دوت، ماشي، هتساوي بالشكل دوت، واروح فاتح قوس. هيبقى النيم هيساوي، هيبقى بالشكل ده بقى النيم. ماشي، هيساوي النيم دوت. انا الافضل ان انا مسحت نيم هنا هو عشان لما اجي اعمل ران بالشكل ده، ماشي، وادخل الاسم لوب مثلا فابس، ماشي، وادخل العمر بالشكل ده، وادخل اي رقم تليفون بالشكل ده، يديني الشكل منظم شويتين بالشكل ده. فان انا قلت له ان الداتا اللي انا هدخلها هنا هوت هتعملها في شكل الديكشنري اللي فوق. تمام، مش هتعملها لي في شكل ديكشنري يعني. وبعدين هتقول لي برنت داتا. ماشي، فهو كده انا مليت البيانات. فده نظام ريجستر بسيط، يعني الشكل اللي قدامكم ده كده كله، ده كده اهو، مش هحدده بشكل كويس. كل ده كده نظام ريجستر بسيط واتمسح. طيب، انا كنت عايز اعمله كهامش يعني، بس مش مشكلة. طيب، اخر حاجة بقى هنا هو في حاجة اسمها نستد ليست. يعني ايه نستد ليست؟ يعني لستة جوه لستة. فانا هجهزها دلوقتي. فعندنا مثلا وليكن نمبرز مثلا. ماشي، النمبرز ديت بالشكل ده، وهتفضل تعمل برضو ليست جوه ليست. يعني انا ممكن اجي اعمل هنا هو كمان بالشكل ده كده اهو، واروح اعمل ليست جديدة. ماشي، واروح اعمل بالشكل ده. نفضل نعمل لستة جوه لستة، او اسمها نستد ليست. طيب، انا بس مش عايز الرقمين دول عشان ما تحصلش لخبطة، ان هم يتفقوا مع بعض. تمام، ماشي. دي حاجة اسمها نيستد ليست، يعني لستة جوه لستة. طب انا ليه ما شرحتهاش في الليست؟ انا كنت بفهمكم يعني ايه ليست الاول، يعني ايه ديكشنري الاول.
بس النستد ليست دي باذن الله هنحتاجها قوي 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 في حاجات كتيره قوي الفتره الجايه، فانا لازم او جه وقتها ان انا اشرحها دلوقتي. طيب انا عايز رقم مثلا رقم 80 ده. طيب وانا الاول مسكت الليست كلها، ماشي، بعد ما كتبت نمبرز، ده كده اندكس لوحده صفر، ده كده كل ده اندكس لوحده واحد. فانا عايز الرقم مثلا 80، فاروح عامل الشكل ده، ماشي، هروح ماسك الاندكس واحد، ماشي. طيب ده كله واحد. طب من جوه بقى واحد اتنين، والليست دي كلها تلاتة، الليست دي كلها تلاتة، فانا هعمل ان انا عايز الرقم تلاتة. لا هو ثواني، انا بعد صفر واحد اتنين، معلش اسف معلش، وصفر واحد والليست دي كلها اتنين، فانا راح اعمل بالشكل دوت، بمشي المسار عادي جدا، اتنين، تمام. انا بقيت ماسك الحتة دي كده، فدي صفر وواحد، انا عايز رقم 80، فهضطر ان انا اعمل برضو صفر، يعني انا بمشي المسار حتة حتة، فلما اعمل رن المفروض انه يطبع لي 80 بالظبط كده، تمام. فحتى بقى لو في ليست جوه ليست كتير قوي، اللي هو او نستد ليست كتير قوي، انا بمشي المسار عادي. فبس هي دي كانت اخر حاجة في الفيديو بتاعنا. فبس كده خلصنا حوالي ربع الكورس تقريبا، وخلصنا الديكشنري. اشوفكم الحلقة الجاية. عايزكم تتوقعوا بإذن الله الحلقة الجاية، هو توقع سهل، يعني احنا خلصنا اغلب المتغيرات، ما تبقاش غير متغير واحد. عايزكم تفكروني في التعليقات ايه هو، واشوف كده الناس متابعة ولا لأ يعني. فبس اشوفكم فيديو جديد، وسلام.